السلام عليكم. تعال نسأل الأول على جيمين عن هذا السؤال نشوف هيقدر يجاوب معانا ولا لأ. لو حجم مياه بحر المتوسط لو حجم المياه بحر المتوسط ماء للشرب، حجم هذه المياه يكفي حجم هذه المياه، لا حجم هذه المياه لو العالم شرب هذا الحجم واعتماد عليه، لو العالم كله شرب هذا الحجم واعتماد عليه يكفي كام عام؟ أقول لك بقى تبلغ كمية الماء البحر حوالي 3 مليون كيلو متر مكعب، وعدد سكان العالم دلوقتي 8 مليار. وهو بقى يحسب لك ده على ده في ده، تمام. وهو بقى يحسب لك حسابات فيزيائية وكيميائية. في الآخر هيقول لك يا سيدي هذا يعادل يعني 365 يعني سنة. فإن يعتمد العالم كله يعتمد على ماء البحر المتوسط للشرب فقط، فسيكفي ماء لمدة 529 سنة. يا لهوي، 529 سنة تقريبا. يا لهوي، يعني البحر المتوسط ده لو اعتمدوا عليه شرب هيكفي 529 سنة. وقعد يحسب لك الحسابات. يعني بص بقى الحسابات تاني، يرجع تاني عشان ايه لو حابب تراجع. قال لك يا سيدي اهو، قال لك كمية البحر المتوسط تبلغ حوالي 3 مليون كيلو متر مكعب، واستهلاك الفرد 2 لتر ونص في اليوم تقريبا. قاعد بقى يعمل لك الحسابات كلها اهي بتاعته، وجاوب لك على هذا السؤال، وقال لك ان اعتماد هذا العالم كله على الماء البحر المتوسط للشرب فقط، فسيكفي هذا الماء الى 529 سنة، مش يوم، سنة تقريبا. طبعا هو بيقول لك الحسابات دي تقريبية مش بالدقة يعني، تمام. وطبعا تقريبيا يعني مع اعلى مع اقل، بس ايه في نسبة تقريب يعني، ماشي. وهذا السؤال من ضمن الأسئلة. وأول سؤال سألناه كان احنا بتاعت استاد القاهرة. لو فتحنا الخرطوم عليه هيتملى قد إيه؟ ده موجود في القناة لو حابب تشوفه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.